عندي تسويف كتير ويومي بيبقى الانجاز فيه قليل جدا. اوكي؟ طيب لما بتقولي لا لحاجه فهتسوي فيها بوعي او بلا وعي، تاكد ايها الانسان انت بتقولي يس لايه في نفس الوقت اللي بتقولي فيه نو للحاجه اللي هتسوي فيها. اعرفي ايه اللي محببك في الخروجه، ايه المكاسب اللي هتكسبيها من الخروجه، ايه اللي محببك في الروايه. النفس بتكسب حاجات من ده، وعلى العكس بقى منه نفس خايفه من الحاجات اللي هتعمليها نتيجه تحضيرك الحاجات اللي هتحضريها عشان تنزلي تدوري على شغل. ممكن ابقى عندي خوف من الريجكشن، خوف من التقييم. صاحبتي لقت شغل بسرعه، فانا بدل ما اكون نزلت دورت وما لقيتش، عملت انترفيوز وما اتقبلتش and I got rejected. القصه الاهون على النفس ان انا اصلا ما نزلتش ادور. كنت دورت كنت هلاقي على طول، كنت هلاقي، لكن انا ما دورتش. لكن في الاعماق خايفه من الرفض، ان انا اترفض او ان انا ما الاقيش، فلما ما الاقيش احس ان انا اقل من اللي لقوا، منبوذه مرفوضه، وكأن الشغل رافضني، وكأن انا ما استحقش الشغل، وده امر مؤلم في اللاوعي. حاجه تانية، امي بتشتغل وشايفاها مفحوته، صاحبتي نزلت اشتغلت ولقت شغل وشايفاها مفحوته قدامي، بنت خالتي، اختي، قريتنا، اي حد. يا نهار ابيض، ده الشغل ده مؤلم قوي، انا عليا من ده بايه يا عم؟ فانا افضل ان انا ما بقاش دورت لحسن الاقي، ولو لقيت هتعذب زي ماما، زي خالتي، بنت خالتي، جارتنا، صاحبتي، اي في التلفزيون تمثيليه، وانا مش عايز اشقى الشقه بتاعهم ده، مؤلم قوي الشقه بتاعهم ده. فانا افضل لي اسوي في السي في او اي حاجه بحضرها احسن الاقي شغل واضطر اشقى، والشقه مؤلم، فانا هقول له نو وهنزل اخرج اقرا كتاب، فهسوف الموضوع. فدايما بقول ابحث عن دوافعك الداخليه، بتقول يس هنا وبتقول نو هنا. ايه اللي بيدفعني بعيد عن الشغل والبحث عن الشغل؟ اديت لك امثله الم داخلي لا واعي غالبا، واحيانا بيبقى واعي، بحاول اوعي الناس بيه انه في في الشغل بالنسبه لك. فانا اديت لك المثالين دول. ممكن يبقى خوف، fear of rejection، fear of comparison، مش هنجح زي اختي ما نجحت، مش هنجح زي اخويا، زي بنت خالتي مثلا، فانا خايفه ما بقاش ناجحه في الشغل زيها. بنت خالتي اترقت اول لما راحت 6 اشهر ومسكوها مديره الكول سنتر، وامي وخالتي بيقولوا شايفه بنت خالتك عملت ايه، يلا بقى شديها لك عشان، بس انا يا نهار ابيض ايه ده، انا على فكره لا وعي او وعي ما عنديش الامكانيات ان انا انجح زي اصلا بنت خالتي دي، فانا احسن ما ادورش على شغل، احسن اتقارن واتالم بالمقارنه. انا عمال ادي امثله كتيره لحاجات داخليه بتخوفنا، مش هتعرفي نتيجتها غير بالحفر. فتعرفي انت بتقولي يس لايه مكسب ليكي، ونو لايه مخيف ليكي.